مبروك للفريق الوطني ولجميع مكونات الفريق الوطني على الأداء ديالهم وعلى المسار اللي قدموه طيلة هاد الكأس. طارق السكتوي كان ذكي في هاد المقابلة، عرف كيفاش يجيري الأمور ديالو. التغييرات ديالو لا في المقابلة ديال سوريا ولا في المقابلة مع المنتخب الإماراتي كانت موفقة جدًا، التغييرات ديال طارق السكسوي، فهنيئًا لجميع اللاعبين، كنتمنى لهم حظ موفق ويستعدوا للمقابلة الجاية اللي ما غاديش تكون سهلة، غادي نلعبوا مع منتخب كيشبهنا بزاف، مدرب مغربي، يعني مقابلة غادي تكون صعب من المقابلة ديال الإمارات وديال سوريا. كنتمنى حظ موفق لجميع العناصر ويكونوا في نهارهم ويعطيونا مقابلة اللي هي مزيانة. الحمد لله على الأطر الوطنية اللي مشرفانا ديما في جميع المحافل الدولية والعربية والإفريقية. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير معاك لايك ودير معاك تعليق اللي هو زوين، عطينا الرأي ديالك في المقابلة وقول لنا شنو التوقع ديالك في المقابلة الجاية إن شاء الله بحول الله. ما تنساش تبارطاجي الفيديو وما تنساش كذلك تابونا معنا في الصفحة. وشكرا لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله.